ازاي نبدأ الترم التاني بكل نشاط وحماس. مش بس كده، ازاي نبدأ الترم التاني صح ونعوض في الترم ده ونجيب درجات احسن من الترم اللي فات. النهارده جايلكم بشوية نصايح هتفرق معاكم جدا وهتخليكم تعوضوا في الترم ده. النصايح دي مش لأي حد، النصايح دي للي عايز فعلا يعوض في الترم التاني ويشد حيله عشان يعوض فيه ويجيب درجات احسن من الترم اللي فات. فيلا بينا على النصايح على طول. اول نصيحة معانا في الفيديو النهارده ودي اهم نصيحة، اللي هو متتأثروش بنتيجة الترم الاولاني، سواء جبنا درجات مرضية او درجات مش مرضية، فده في حد ذاته دافع لينا. اللي راح راح، مش هنعرف نغيره، اما الحاضر اللي احنا فيه دلوقتي نقدر نغيره. فنبدأ ونخطط ونركز وهنجيب درجات احسن من الترم اللي فات. بص يا ابني، اللي حصل حصل وما تقدرش تغيره، صح غلط. لما الدنيا تديك ظهرها ادي ظهرك للدنيا. النصيحة التانية، خصصوا مكان هادي ومريح ومنظم للدراسة. في فرق طبعا ما بين طالب مكركب مكتبه مليء بكتب من الترم الأولاني لسه حاططها على الرفوف عنده ومالي بيها الأوضة بتاعته، وطالب تاني منظم مكتبه ومحدد مكان مذاكرته وجاب خلاص كتب الترم التاني وتخلص من كتب الترم الأولاني ومنظم المكتب بتاعه ومخليه مكان هادي ومريح للدراسة ويحفزه ويفتح نفسه على الدراسة. فيلا لو منظمتوش المكان اللي هتذاكروا فيه او المكتب اللي انتوا هتذاكروا عليه، فاسمعوا النصايح وقوموا نظموا المكان اللي انتوا هتذاكروا فيه. النصيحة رقم 3، نذاكر اول باول. كلنا في بداية الترم بنبقى زي بعض، يعني كلنا منعرفش حاجة عن المناهج، بس لما بيعدي اول شهر كده من الترم التاني بيظهر عندنا بقى طلبة اعلى وطلبة متوسطة وطلبة بيبقوا زيرو خالص. طب ليه بيبقى فيه طلبة اعلى وطلبة متوسطة وطلبة زيرو خالص كده؟ الطالب اللي تحصيله اعلى ده بيرجع من المدرسة وبيحاول ان هو يخلص كل حاجة عليه، بمعنى كلمة كل حاجة، وما يراكمش اي دروس عليه، فبيذاكر اول باول. فنحاول ان احنا نخلينا مع الطلبة الاعلى ونذاكر اول باول عشان نجيب اعلى الدرجات في نهاية الترم. النصيحة الرابعة، حدد هدفك الاساسي. كلنا بنقول يا لو جبنا درجات كويسة، بس كده احنا محددناش الهدف بتاعنا، عشان الناس كلها اصلا عايزة تجيب درجات كويسة. ففي فرق طبعا ما بين حد بيقول يا لو جبت درجات كويسة وحد تاني قال انا لازم اجيب درجات كويسة. اللي هيقول انا لازم اجيب درجات كويسة هيحط هدف، هيعمل خطة عشان يوصل للهدف ده، هيمشي على الخطة دي كل يوم كل يوم لحد ما يوصل للدرجة النهائية او الدرجة الهدف اللي هو عايزه. انما التاني بقى اللي نفسه يجيب درجات كويسة مش هيجيب درجات اصلا. ليه؟ عشان ما حطش هدف، ما عملش خطة، ما مشاش على الخطة دي كل يوم. حددوا هدفكم الاساسي، انا عايزة اجيب درجة كويسة يبقى لازم احضر واسمع مدرسين كويس، ارجع اذاكر اول باول، اعمل مراجعة كل اسبوع كده، اراجع على الحاجات اللي انا خدتها. ابعدوا عن الاشخاص السلبيين عشان دول اكتر ناس هيأثروا علينا في فترة الدراسة. يعني مثلا انا دلوقتي اتقال لي ان المادة دي صعبة، طول الترم هيبقى عقل الباطن خزن ان المادة دي صعبة. هو الانسان بطبيعته كده بيخزن المعلومة اللي اتقالت له اول حاجة عن المادة دي. فابعدوا عنهم بقدر الامكان، قربوا بقى من الناس الايجابيين، الناس اللي شايفين الامور ببساطة وبسهولة، عشان انتوا هتبدأوا تاخدوا زيهم الامور ببساطة وبسهولة. النصيحة اللي انا حابة اختم بيها الفيديو دي اقيم نصيحة اصلا في الفيديو، اللي هو القرب من ربنا. دايما خلينا مع ربنا، ربنا هو اللي بيعين، ربنا هو اللي بيوفق، فهنبدأ نستعين بيه في كل امورنا. اي حاجة مش فاهمها ربنا هو اللي بيبدأ يساعدك ان انت تفهمها، بيبارك لك في امورك، بيسر لك امورك. القرب من ربنا ديت في حد ذاته انت مش محتاج حد تاني، انت مش محتاج اول الدفعة يساعدك، هو ربنا هو اللي هيساعدك.